أسوأ حاجة ممكن أي حد يقولها لك مش إنك فشلت. أسوأ حاجة لما الناس تحسسك أصلا إنك مش هتنجح. أنا كنت مصدقة الكلام ده لحد ما في موقف خلاني أرجع أثق في نفسي من جديد. أهلا بكم في بودكاست قوة العشرينات. أنا الكوتش أماني، ولو في حد قبل كده استهان بيك أو قلل منك أو خلاك تشك في نفسك، الحلقة دي ليك. سن العشرينات أي كلمة بتأثر فيك وبتغير نظرتك لنفسك تماما. لما تسمع ده صعب عليك، غيرك أحسن منك، انت مش مناسب، مع الوقت هتبدأ تصدق. كان جه عليا وقت فقدت ثقتي بنفسي، رغم اني كنت بحاول وبجتهد وبسعى وبشتغل وبطور من نفسي وبتعب على نفسي. دايما كان كل الناس اللي حواليا بتشكك في أحلامي، كل خطوة كنت باخدها كان في شك جواهم، لحد مع الوقت الشك بقى جوايا أنا. سألت نفسي هل أنا فعلا مش كفاية؟ لحد ما اكتشفت إن المشكلة مش في قدرتي، المشكلة إني كنت سامحة لآراء الناس تكون صوتي الداخلي. صوت الواحد بس اللي المفروض نسمعه هو صوتي أنا. لو أنت فقدت ثقتك بنفسك، جرب الحل ده. افصل بين حقيقتك وآراء الناس، جرب انك تسمع صوتك انت مش رأي اي حد تاني. افتكر اي انجاز صغير عملته ده دليل انك هتقدر وانك هتنجح وانك هتوصل. خد خطوة صغيرة كل يوم واشتغل وانضبط واستمر والتزم عليها، حتى لو انت مش واثق، حتى لو انت خايف. الثقة بالنفس حاجة مش بتتولد بيها، ده قرار انك تصدق نفسك، انك تؤمن بنفسك حتى لو محدش تاني مصدقك. نصيحة، عايزين توصلوا للنجاح؟ النجاح مفيش حد في العالم كله هينجح او هيوصل لأي حاجة غير وهو مصدق نفسه ومؤمن بنفسه وواثق بنسبة 100% انه هينجح. محدش هينجح غير ان انا اكون مؤمنة بنفسي، مؤمنة اني هنجح. كل الناس قالوا اني هفشل او اني مش هنجح، ده يزيد ثقتي بنفسي ويزيد قوة اني هوصل واني قدها واني هنجح. كان معكم الكوتش أماني، مدربة تحفيزية، وده بودكاست قوة العشرينات. ما تنسوش تشوفوا كل الحلقات من البودكاست ده، مش بس هيخليكوا تحققوا أحلامكم، هيغير نظرتكم تماما للفشل وللمواقف والصعوبات اللي بتواجهنا. لما حد يجي يقولك انت مش هتنجح، انت اصلا مش هتوصل لأي حاجة او اي كلام سلبي، ما تصدقوش. صدقوا نفسكم، إذا عندكم صوت داخلي، إرادة، عزيمة انكم هتوصلوا، فبإذن الله هتوصلوا. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.